ضحك خام. احنا بنقدم احلى ضحك في القاره بصراحه. يعني احنا عندنا شويه ضحك يعني بصراحه للركب يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي. برحب بكم اشرف المصري من صفحتكم على الفيسبوك، صفحه اشرف المصري، وقناتكم على اليوتيوب. ما تنساش الصلاه والسلام على رسول الكريم. ايه الجمال والحلاوه اللي احنا بنقدمه ده. يعني انا اعتقد كولر لو بس يعني اتفرج على اللقاء الاخير لفاركو، اللقاء الاخير بس امام المصري لفاركو، وفاركو مسك المصري، يعني عمل عليه ماتش كبير جدا جدا. اللقاء الاخير بس انا اتفرجت على كل ماتشات فاركو بصراحه، يعني عاملين ماتشات كبيره جدا الفتره الاخيره. ومحمد فخري مقدم اداءات يعني بصراحه 10 على 10. محمد فخري النهارده واخد نجم اللقاء. محمد فخري اللي هو ما كانش بيعجب، يعني ما علينا، ما علينا. على اللي احنا، على اللي احنا بقينا فيه، على اللي احنا بنشوفه، على الحلاوه، على الجمال، على المتعه. يعني احنا بقينا بنقدم كوره معديه الكره العالميه. هتقول لي يا كابتن اشرف ده ما فيش ناس موجوده جوه الملعب، ده انت عندك اصابات. هضحك هضحك عشان انا اقول لك النهارده احنا لعبنا بامام مهاجم. يعني احنا لعبنا بامام مهاجم، لعبنا بحسين الشحات في كل المراكز. احنا لعبنا بشويه لعيبه زي الفل بصراحه. يعني احنا النهارده ده كان شكلنا النهارده جوه الملعب. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. ياسر زعل لما اتكلمنا عن ياسر زعل. منور يا عم ياسر، منور يا حبيب اخوك، منور على الشكل والاداء اللي انت بتقدمه بصراحه. يعني بصراحه ياسر، يعني انا اي حد كان عايز يعدي سلام عليكم وكان بيعدي يا عم ياسر. وعشان نحط بس الشكل الصح، ياسر هو اللي كان موجود خلف عمر كمال هنا، ورامي ربيعه اللي كان موجود هنا، عشان هم بس بيغيروا يعني. مره ده بيشيلها ومره ده بيشيلها. يعني الدنيا كانت زي الفل النهارده. منورين يا رجاله والله. يعني احلى لعب واحلى شكل واحلى حاجه ده كان موجود النهارده جوه الملعب. يعني بصراحه يعني اكرم توفيق النهارده على ماتش عالمي. احنا شفنا يعني النهارده عمال يتحنجل بالكوره ويرجع. يعني بصراحه هو وحسين الشحات وكل الرجاله يعني. وكمان مارسيل كولر يعني النهارده لعب عمر كمال ناحيه شمال. ما فيش عرضيه طبعا اتعملت من عمر كمال، اللهم الا عرضيه في الدقيقه 95، لان هو مش مقتنع بكريم الدبيس باك شمال، بس مقتنع بيه جناح. هو ازاي؟ انا مش فاهم. بس انا مش مقتنع بيه باك شمال، لكن مقتنع بعمر كمال عبد الواحد باك شمال، وامام عاشور مهاجم. عندي اتنين مهاجمين جايبهم من الشباب، وعندي مهاجم تالت اسمه محمد رأفت برضه موجود في الشباب. لكن انا مش هطلع حد، انا هلعب بامام عاشور مهاجم. امام عاشور. طب انت هتخلي امام عاشور يغطي مكان وسام علي؟ مين بقى هيغطي مكان امام عاشور بقى اللي كان ماسك لك ملعب؟ مفيش. يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. احمد خطاب اللي بياخد تقريبا 15 جنيه وعلبة شريط علبة شريط بنادول من فاركو، من الصيدلية بتاعت فاركو، جاي يعني يروقنا. احمد خطاب، يعني انا مش عارف. احمد خطاب جاي يروقنا احنا. يعني احنا اتروقنا النهارده. كولر ما اتفرجش تقريبا على اي ماتش للفريق. محمد فخري اخذ الكرة من ياسر. محمد فخري عمل علينا كميه كور، كميه سيروهات، سواء كان عمرو ناصر او سواء كان احمد كميه سيروهات النهارده يعني بالعبط على محمد شناوي وانفرادات. محمد شناوي اتسبب. نسيت حبيبي زهير المترجي ما شفتوش من 3 سنين. 3 سنين ما شفتش زهير المترجي، ولما جيت شفته حبيب محمد الشناوي روح قلبه، والله روح قلبه. يعني انا والله العظيم انا نفسي اتكلم. الواحد نفسه يقول كلام كتير، بس الواحد مش عارف يقول ايه والله. يعني مجلس اداره ولا جمهور هو اللي احنا اللي سيئين ولا ده. خلينا نتكلم في الماتش عشان انا ايه. يعني حرفيا انا على اخري بعد اخر بمرحلتين ثلاثه. وهنستنى بقى السلوفيني، وهنستنى البوركيني، وهنستنى اللامبورجيني، وهنستنى كل حاجه هنستناها عشان نشوف اللعيبه اللي هتيجي بقى ايه تطلع نار من بقها في ماتش بيراميدز يوم الاحد. ده اللي هيكون الفاصل. انا هسكت بس، يعني مش هغلط ولا اتكلم عن لعيبه اداء سيء ولا اتكلم عن حاجه. نتكلم في اللقاء ونسكت خالص، وخلينا لحد ما نروح ماتش بيراميدز ونشوف ايه اللي هيحصل. لان احنا رايحين في داهيه. احنا حاليا في الطريق الى داهيه. خلي بالك ده كده الاتوبيس اللي راكبه كولر عامل الجي بي اس بتاعه هيا بينا الى الداهيه. احنا دلوقتي في نص الطريق للداهيه. فربنا يستر، ربنا يستر علينا. طبعا نطلب طبعا من اخواتنا واصدقائنا، سواء تعمل لايك او لا انت حر فيه، لكن ما تنساش اهم حاجه الدعاء لاخواتنا في ارض العزه في كل مكان. ربنا رب يحميهم وينصرهم. يعني ده كده كان بدايه اللقاء النهارده. ادي اول كوره كانت لامام عاشور، كان فيه برضه قبلها تسديده، لكن امام طبعا مهاجم، فامام يعني اي كوره هتروح له عرضيه بتتعمل اي حاجه. امام ماهوش لاعب طويل مثلا عشان تعمل له عرضيات، ماهوش وسام ابو علي. يعني لما وسام بيكون موجود ما بيعملش اصلا عرضيات. فاحنا حاطين امام عشان يفتح مساحه مفترض ليه اللي جاي من ورا وهو عمرو الساعي، ولا اللعيبه اللي جايه من ورا مفترض ان احنا يعني بنفتح لهم مساحات ان هم يخشوا الامام. لكن بسم الله ما شاء الله كنا برضه بنعمل له عرضيات. ادي كوره لامام ملهاش اي صنف لازمه، فاولات وضربات ركنيه وحاجات اتكلمنا فيها ماتش واثنين وثلاثه واربعه. ما عندناش فكر مدرب يقول للعيبه تعمل ايه جوه الملعب في الفاولات ولا في الضربات الركنيه ولا في اي حاجه. فده الطبيعي وده النتاج ان احنا يعني ما بنستغلش اي فاول ولا اي كوره. كوره محمد
هاني حاطط الكره لحسين الشحات، حسين الشحات جوه المنطقه، يعني ممكن يعمل عرضيه مره واحده بس، كل اللعيبه اصلا واقفه عند خط ال 18 بعيد، فحسين هيلم محمود جهاد وعلى الارض. هل فيها شك ضربه جزاء؟ فيها شك ضربه جزاء. طب ممكن ما تتحسبش ضربه جزاء، يعني انا همشي كده بالراحه واحده واحده. ادي حسين اتزحلق ورجل محمود جهاد ما اعرفش اصلا خبطت فيه ولا لأ، حتى التصوير زفت ويعني وزي الطين. بس انا ما اعرفش يعني هل فيها ضربه جزاء. انا شايف رجل محمود جهاد حكه في الارض. انا يعني انا عن نفسي والله ما اقدر احكم عليها. يعني مش هكدب عليك، الكره مش باينه خالص ان فيها او ما فيهاش. يعني سواء الحكم حسبها او ما حسبهاش ما كنتش هزعل، بس شكل اكتر ان هي فعلا ما فيهاش ضربه جزاء. وده اللي انا كنت حاسه ان الحكم هيروح هيلغي الكره، لان يعني واضح بنسبه كبيره جدا جدا ان محمود جهاد رجله خبطت في الارض وحسين الشحات رجله خبطت في الارض. كره تانية ده الهدف بتاعهم، ده الهدف المتعه. كره راحت ناحيه شمال، بعدين زهير المترجي خد الكره، ياسر ابراهيم اتروق يعني ما اعرفش بالبلوتوز ولا ايه، وبعدين او اكرم. يعني خلي بالك انت بتلعب جبهه فيها ياسر ابراهيم وفيها محمد هاني وفيها اكرم توفيق وفيها حسين الشحات، من ضمنهم ثلاثه كانوا بيلعبوا باك يمين، يعني حسين واكرم ومحمد هاني ثلاثه باك يمين. حلو الكلام. وعادي احنا كانوا هي دي الجبهه المفتوحه عندنا. يعني اي حد عايز يعدي سلام عليكم انا هعمل عرضيه من عند محمد هاني، سلام عليكم انا هعمل عرضيه من هنا، ولا اكرم بيضغط ولا حسين الشحات بيضغط ولا محمد هاني بيضغط ولا ياسر ابراهيم ورا واقع عارف يقف. بس ما علينا، يعني الكره راحت عند سوري المترجي، خد الكره على يمين واحنا عارفين محمد شناوي لما بتسدد عليه الكره من اي مكان فيها اسم سوري المترجي هدف. هدف لمست ايده وهدف. نشوف الكره مره ثانيه، ادي محمد هاني راح بالسلامه، اكرم توفيق لسه راجع يفكر، ياسر ابراهيم هيتلم ولا او رامي ربيعه هيتلم من على الهوا من بعيد خالص، وادي زهير المترجي هيحط الكره في الزاويه البعيده. محمد شناوي مش هيمد ايده للاخر، مش هيفرد جسمه للاخر، مش هياخد خطوه ناحيه اليمين عشان يعمل الطراي ناحيه الشمال، مش هيعمل الكلام ده خالص. وهيتسجل فينا هدف كوميدي، هدف كوميدي من زهير المترجي، او تقدر تقول هدف ماركه محمد الشناوي. برغم ان الشناوي النهارده شال كور علينا كتير جدا جدا ونشكره عليها، ولكن في عندك مشكله يا محمد يا شناوي في التسديدات. عندك مشكله في التسديدات لما تكون بعيد عن ايدك ما بتعملش الطراي بتاعك صح نهائي. يعني واعتقد ده اساس كوره. يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده اساس كره قدم. يعني انا اسف يعني محمد شناوي، يعني انا اسف لك والله، مش عايز اتكلم عن اي لاعب ولا اي حاجه ازود يعني فوق الطاقه وبحاول امسك نفسي، ولكن يعني في حاجه غلط يا محمد الشناوي. لما لعب مصطفى شوبير الماتش اللي فات، الناس شوف مصطفى شوبير تسجل فيه هدفين. هل حضرتك الهدفين اللي تسجلهم مصطفى شوبير كان هو السبب فيهم؟ يعني كان مصطفى شوبير السبب؟ هل اتسدد عليه تسديده زي اللي احنا بنشوفها دي؟ تسديدات محمد شناوي اللي اتسجلت، احنا رحنا جبنا ميكيسوني عشان تسجل هدف محمد شناوي. انت متخيل احنا جبنا ميكيسوني عشان سدد هدف زي نفس الكره دي كده في محمد شناوي، الفرق بس انها كانت في الايام القريب بس. يعني فرحنا اشترينا ميكيسوني عندنا. ناحيه برضو محمد هاني، يعني كالعاده اتحطت الكوره، اتلعبت الكوره ارضيه. عمرو ناصر من المهاجمين الاقوياء جدا جدا، سبق رامي ربيعه اللي اصلا ما جاش النهارده. رامي ربيعه ما جاش ولا هو لا يعني ما علينا. يعني محمد شناوي بيشيل الكوره، مفترض محمد شناوي اما بيمسكها او بيحطها على جنب يمين او شمال، مفترض هنا الكوره تتحط ناحيه الشمال، لكن محمد شناوي بيرجعها تاني على خط الستة يارده عشان المهاجم بيكمل فيها. الحمد لله ان هو بيقع على الارض قبل ما يسجل هدف تاني، كان هيبقى فضيحه من محمد شناوي فينا، لكن الحمد لله الكوره بتعدي. يعني ادي كوره كان داخل احمد شريف مع رامي حط جسمه وبعدين الكره عدت، محمد شناوي خدها ومسكها، الناس هاجت وماجت وقال لك بس ده بيرجع الكره لنفس الكره بتاعت ماتش حرس الحدود. اصلا رامي اصلا ما لمسش الكره ولا لعبها لمحمد شناوي في الكره دي، وخدها محمد الشناوي عادي جدا جدا ما فيش اي مشكله. كره ثانيه ضربه جزاء اتحسبت النادي الاهلي، عشان برضه ما اكذبش عليك انا ما اعرفش والله اتحسبت ضربه جزاء ليه، وما اعرفش لو ما اتحسبتش هل ما تتحسبش ولا تتحسب. انا شايف كوره، شايف اثنين لعيبه داخلين على الكوره، اتلعبت الكوره من ياسر ومن عمر كمال ودخل فيها، هل تتحسب ضربه جزاء ولا لا؟ برضه الكاميرا من وجهه نظري ولا جايبه الكره بتاعت حسين الشحات ولا جايبه الكره دي، لكن انا بقول دي اقرب بكتير من حسين الشحات انها تتحسب ضربه جزاء. دخل طبعا طبعا امام عاشور حط الكره على طريقه طبعا يعني طريقه جميله جدا جدا في نص المرمى، سجل هدف اولاني للنادي الاهلي وهو الهدف الوحيد في اللقاء. ويعني دي كره غريبه عجيبه للاستاذ كريم الدبيس. ادي امام عاشور نزلت له الكره من حسين الشحات، عمل عرضيه الناحيه الثانيه، واقف لوحده تماما كريم الدبيس بشكل ممتاز جدا جدا كجناح، ولكن بسم الله ما شاء الله جناح فرخه لعب الكره بره. ادي الكره مره ثانيه اهو، يعني ادي انفراد تام، حط الكره بقى برجل اليمين المفروض عكس زاويه الحارس، في زاويه الحارس هو جاي من رجل اي مكان خالص، ولكن هو اختار الحل الاصعب ان انا هعمل لفه كده بالكوره انها تعدي من فوق يعني انا ما اعرفش كان عايز يعملها ازاي بصراحه. برضه انا قلت برضه مش هدوس ولا هعمل يعني رحنا رشوط تاني. خلي بالك فريق فاركو عمل علينا 14 تسديده، احنا عاملين عليه 11، 14 تسديده فاركو عملها على النادي الاهلي. ودي حاجه اصلا خزعبليه في كره القدم ان النادي الاهلي يتعمل عليه 14 تسديده، يعني تخيل انت ده. ما علينا. برضه نفس الكلام عدي من عند محمد هاني، اي حد عايز يعدي يا رجاله يجي يعدي من عند محمد هاني. الكره دي كان فيها خطوره لكن كان فيها تسلل. هنا يعني التحام بدني ياسر ابراهيم ومحمد فخري، مين اقوى؟ يعني انا لو سالتك مين اقوى هتقول لي ياسر ابراهيم، يعني بسم الله ما شاء الله جسد ووتد وراجل وياسر رجوله والكلام ده كله، يعني فمين اقوى؟ ياسر ابراهيم هياخد الكوره، لا محمد فخري خد منه الكوره
وراح انفراد. محمد فخري لو سريع شويه كان بقى انفراد هو محمد الشناوي، لكن لف ودار. احنا عارفين طبعا محمد يعني فخري من ايام ما كان موجود معانا اللف والدوران بتاع محمد مجدي قفشه بسم الله ما شاء الله كان مأثر عليهم كلهم، ولكن النهارده كان عامل سرعات عالميه بصراحه. وادي الكوره شالها طبعا، كان في 3 كور تانيين انا ما جبتهمش، كوره برده خلف رامي ربيعه، وكوره خلف ياسر، وكورتين خلف ياسر ابراهيم راح فيهم عمرو ناصر، يعني بشكل برده غريب من الدفاع، لكن ما علينا، ما احنا قلنا ايه هنحط بس كور ونتكلم عليها فقط لا غير. هنا رجع اهو، وادي برده دي كوره كانت من ضمن الكور، لكن كان في تسلل هنا، لكن كان في تسديده قبلها شالها محمد شناوي كان بشكل برده ممتاز. التغييرات بقى بدات تتم في الدقيقه 65، محمد مجدي قفشه وسمير محمد ومحمد عبد الله، وده اللي كان المفروض اصلا الراجل يبدا بيه اللقاء. خلي بالك كان المفروض يبدا محمد عبد الله هو الجناح، كان المفروض يبدا مهاجم سمير محمد، لازم كان يكون في مهاجم جوه الملعب، تستغل امام يكون موجود نص ملعب، حسين الشحات يكون موجود، عمر الساعي وامام عاشور كان لازم الاثنين يكونوا موجودين في نص الملعب، وراهم مروان عطيه، لكن الراجل نازل باكرم ونازل بمروان. انا يعني بصراحه ما بقتش فاهم كولر حتى في ظل الناس اللي موجوده معاه هو بيعمل ايه بصراحه، يعني حقيقه يعني. نزل طبعا سمير ونزل الرجاله اللي موجوده معاه خلاص. دي كانت تسديده من ضمن التسديدات على محمد شناوي كانت سهله. دي الكره بتاعت محمد فخري كانوا بيطالبوا بيها اللي هي بضربه جزاء، طبعا الكره جايه من الجسم قريب. دي الكره اللي شالها محمد شناوي بشكل ممتاز من عمرو ناصر، كان برده انفراد واتلعبت الكره خلف ياسر ابراهيم، وراح الراجل راح سبق وعمل تسديده. نزلنا كريم ندفد، مش هتكلم عن لعيبه، مش هتكلم عن حد، نزلنا كريم ندفد مكان مروان عطيه في نص الملعب. يعني انا مش هقول اي حاجه خالص غير احي بس يعني. ادي انفراد من ضمن الانفرادات اللي احنا كنا بنتكلم عليها خلف ياسر ابراهيم، الكره بتعمل وراه كالعاده، ما بيقدرش يجري، مش عارف يسبق ولا عارف يعمل اي حاجه خالص، ولا مع محمد فخري ولا مع ولا مع اي حد خالص، ولا معايا ولا معاك ولا مع الجمهور ولا اي حاجه خالص، لكن في الاخر بس بيرجع يزعل. ادي اهو راح بيه، لولا بس خروج محمد شناوي قدر ان هو يشيل الكوره، طبعا ما فيش اي ضربه جزاء ولا حاجه خالص. كوره برده من ضمن الكور ضربه ركنيه، بنعمل اي هيصه في اي هبل، تنزل الكوره عند حسين الشحات عايز يعمل تسديده بعدين بيلف، بص بقى هنا معايا حسين الشحات معاه 2 لعيبه، سيبك من عمر كمال، بص على امام عاشور اللي واقف على خط ال 18. يعني انا عايز افهم بس يا حسين ايه اللي هيخليك تلفها في اخر الدنيا، في اخر انا هعمل كره لولبيه في اخر الدنيا وانا معايا امام عاشور على الخط ال 18 اقدر عمال يندهله يا حسين يا حسين، بص هنا الزاويه مفتوحه قدامه، عنده امام هيحطها قدامه هيعمل تسديد اي حاجه خالص مساحه كبيره، لكن لا هو حسين احنا لازم هنتحنيك كالعاده، الحنيكه بتاعت حسين الشحات في المكان البعيد الهادي، هتروح الكره الناحيه الثانيه لرامي هيعمل اي حاجه، محمد عبد الله بيعمل عرضيه بتروح الكره امام بيعمل باكورد اي كلام، تطلع الكره بره برده ما فيش اي حوارات عندنا ولا في اي لعب عندنا، هم ليهم كوره، بص شوف الكوره بتاعتهم يعني هدف مستحق 100%. الشناوي واقف يتفرج برده، كره اتعملت من عند اللاعب يعني اعتقد دي من عند عمر كمال لعبها جيفرسون بشكل قوي جدا، ولكن احنا بسم الله ما شاء الله جايين نتفرج. طبعا هنا اتزحلق كريم ندفد، انا قلت لك مش هتكلم عن كريم ندفد، يعني الراجل خده بسم الله روح يا عم كريم وعمل العرضيه، يعني لولا ستر ربنا علينا يعني في الكره ديت انها عدت. الكره الاخيره اللي كانت موجوده لنا في اللقاء كره اتلعبت للاعب دي بتاعت ياسر ابراهيم، يعني واقف لوحده تماما على ال6 يارده، ما حدش واقف قدامه، ما حدش اصلا لمس الكوره والمرمى فاضي قدامه يعني، ولكن هنقول ايه ولا هتتكلم في ايه؟ ادي الكوره عدت من جنب القائم لان ياسر ما كانش مركز مع الكوره، كان مركز مع الكورنر. العرضيه الاخيره اللي هتتعمل في اللقاء هي العرضيه الوحيده في اللقاء كله صحيحه للنادي الاهلي لعمر كمال عبد الواحد، العرضيه الوحيده في الدقيقه 95 بتتلعب لسمير محمد جوه المنطقه، سمير بيطلع كالعاده بيلعب الكوره يعني الخلف بوجه، انا مش عارف عملها ازاي بصراحه، يعني كوره غريبه عجيبه من سمير محمد تطلع الكوره بره ويخلص الماتش زي ما احنا شايفين 1-1، ماتش ولا ليه اي صنف لازمه ولا لعب ولا اداء ولا شكل ولا اي ولا كوره جوه الملعب ولا فكر في ضربات ركنيه ولا فكر في كور ثابته ولا اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله احنا شكلنا نيله خالص سعادتك وداخلين وضع زفت خالص. يلا بقى انزل بقى زي ما انا قلت لك كده، اعمل لي السرينه وهات بقى المهاجمين وهات الناس المدافعين بحيث ان احنا نلعب بيهم قدام بيراميدز، وقابلني ان شاء الله باذن الله، يبقى قابلني ان شاء الله باذن الله في ماتش بيراميدز، شوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى. احنا مش عايزين نتكلم على حد ولا عايزين نغلط ولا عايز اتكلم على اداره ولا عايز اتكلم على حد، علشان خاطر نعدي ونروح ماتش بيراميدز هنشوف ايه اللي هيحصل، لان احنا حضرتك الوضع الحالي ده حتى لو رحت جبت 3 4 لعيبه صفقات هيخش معاك من النهارده لحد يوم الاحد وهتلعبهم، قابلني ان شاء الله باذن الله، يبقى قابلني. الماتش مش محتاج انك تتحلم، ما فيش معلش، انا بس عشان خاطر الواحد ما يتعصبش والله العظيم يا اخويا الكريم علاء، يعني انا بس مش عايز يعني الفكره كلها في العصبيه. قلنا لك كولر دمر الفرقه والنتيجه، احنا والله العظيم متكلمين في الكلام ده من زمان يعني. الناس اللي بتقول كولر مشطب طيب واللعيبه الكذا، حقك يا عم احمد قول اللي انت عايز تقوله. عمر كمال بتاع لقطه، عمر كمال ملوش اي صنف لازمه، لا هو بس عشان خبط الولد فهو راح له يعني اعتذر له فيها. حسين الشحات يعني انا هفتح الكومنت بتاعك لكن مش هقراه، اخويا كريم يوسف كل واحد حر يعمل يقول اللي هو عايز يقوله،
كل واحد حر، قول اللي انت عايز تقوله، اعمل اللي انت عايز تعمله. الشكل والاداء والنتيجه والكلام اللي احنا بنأديه ده يعني يا رب ان شاء الله باذن الله الاداره تكون مبسوطه، الاداره تكون مرتاحه ومرتاحين باللي هم بيعملوه، مرتاحين بالشكل والاداء بتاعنا، مرتاحين مع كولر ومرتاحين مع اللعيبه. هتقول لي كولر يمشي، هقول لك لا، الاداره عليها 95% من اللي بيحصل اللي احنا شايفينه ده من الاداره. ال 5% بتاعت كولر موجوده، خلي بالك. هنشوف هيطلع النهارده برضو يخبط في الاداره ولا لا، في يعني في الكلام بعد اللقاء، يعني المؤتمر الصحفي هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم. شكل واداء ونتيجه بسم الله ما شاء الله نيله قوي سعادتك. نتمنى قدام بيراميدز الكلام يتعدل، الكلام يكون ماشي افضل من كده. مش هقول حاجه تانية ولا هتكلم في اي حاجه خالص. انا بقالي فتره ما بخرجش، ولا طلعت اتكلمت في صفقات، ولا طلعت اتكلمت في حاجه، ولا عن اخبار النادي الاهلي، ولا نطقت خالص. هستنى لحد نهايه يناير خالص، ثم نطلع ان شاء الله باذن الله هنقول بقى ايه اللي تم وايه اللي حصل، لان الوضع اللي احنا فيه ده لا يرضي عدو ولا حبيب. اشوفكم على خير، السلام عليكم.